من بعد ما تكلمنا عن قبائل الشاوية وحاولنا نتعرفوا على الأصول ديالها وتاريخ منطقة الشاوية اللي كانت معروفة بالتامسنا في الأول، غادي نشوفوا شنو وقع في مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة في بداية القرن العشرين، وبالضبط مع واقعة الدار البيضاء سنة 1907، وهي القصف اللي عرفته مدينة الدار البيضاء من طرف البوارج ديال القوات البحرية الفرنسية. وهذه الواقعة كانت بداية العدوان الاستعمار الفرنسي ضد مدينة الدار البيضاء وضد منطقة وقبائل الشاوية اللي غادي ما تسكتش على هذا الشيء، وغادي تواجه بكل حزم وشجاعة العدوان ديال الاستعمار الفرنسي. فعلاش فرنسا هجمت على الدار البيضاء، وشنو وقع بالضبط في هذيك الفترة من تاريخ الدار البيضاء وأيضا منطقة الشاوية، وكيفاش غادي يواجهوا سكان الدار البيضاء وقبائل الشاوية هذا العدوان الفرنسي، وكيفاش غادي تجهز فرنسا الجيش ديالها لاحتلال الشاوية وتحاول القضاء على مقاومة قبائل الشاوية. عن منطقة الشاوية وعن قبائل الشاوية، وغادي نرجعوا إلى أحداث مهمة عرفتها المنطقة، وهي بداية دخول الاستعمار الفرنسي للشاوية وواقعة الدار البيضاء المعروفة سنة 1907، وكيفاش غادي تواجه قبائل الشاوية العدوان الفرنسي والحملة اللي شنها الجيش الفرنسي على قبائل الشاوية. يوم 1 غشت سنة 1907 على الساعة 8 صباحا وصلت البارجة غاليلي الفرنسية لبحر مدينة الدار البيضاء وتقابلت مع الدار البيضاء القديمة. والمقصود بالبارجة اللي هي واحد الباطو كبير أو سفينة حربية عسكرية فيها مجموعة مدافع كبيرة كيمكن لها تقصف وتقنبل المدن أو أي مكان جا قريب من البحر. وبدا هذا النوع من السفن الحربية كيظهر في أواخر القرن 19 وبداية القرن العشرين، وكانت كتعتمد عليها الدول الاستعمارية الكبرى بحال بريطانيا وفرنسا باش تحتل الدول والمدن، وكانت كتصيفطها تقابل مع المدن أو الموانئ كتهديد وأيضا تخوف بها السكان والاستسلام ليهم. ومني وصلت هذه البارجة الفرنسية بدا القبطان ديالها كيوجد لتنفيذ مهمة، وهي إنزال جنود فرنسيين وقصف مدينة الدار البيضاء لحماية القنصلية الفرنسية والمواطنين الفرنسيين والأوروبيين من بعد إحداث اللي وقعات من قبل في 30 يوليوز 1907، واستغلتها فرنسا كذريعة من أجل الهجوم على مدينة الدار البيضاء، وهي مقتل ديال 9 العمال الأجانب كانوا خدامين في الشركة المغربية وهي فرنسية الملكية اللي كانت مكلفة بأشغال تجديد ميناء الدار البيضاء، من بعد ما دخلوا في خصومة بينهم وبين سكان من قبائل الشاوية بسبب أن عمال الشركة نبشوا واحد المقبرة ديال المسلمين في سيدي بليوط وتعداو على أملاك المواطنين المغاربة ومددوا واحد السكة حديدية. ومنساوش أن المغرب في هذه الفترة كان كيعيش واحد الضغوطات كبيرة من طرف القوى الاستعمارية، خاصة بعد وفاة المولى الحسن الأول، وبدات الأطماع الدول الاستعمارية للمغرب على رأسهم فرنسا اللي بعد ما احتلت مدينة وجدة والجهة الشرقية للمغرب بدات كتخطط باش تحتل المدن والموانئ اللي جات على المحيط الأطلسي، خاصة مدينة الدار البيضاء وجهة الشاوية. وهذا الشيء بداو كيحسوا به سكان منطقة الشاوية، وبدات المنطقة كتدخل في حالات ديال الاضطراب خاصة مع التجار الأجانب والأوروبيين. واللي غادي يزيد يشعل الوضع أكثر هو أن مجموعة من المراقبين الفرنسيين كلفتهم السلطات الفرنسية بعد ضغوطات على سلطات المخزن بأنهم يجلسوا مع الأمناء المغاربة في الديوانة ديال الموانئ ومنها ميناء الدار البيضاء، وبداو كيدخلوا في المراقبة المالية والمداخيل ديال الديوانة المغربية. وهذا الشيء غادي يلقى اعتراض كبير من طرف المغاربة، وغادي يزيد يسرع في وقوع عدة مشاكل بين سكان الشاوية والسلطات الفرنسية، ومن أخطرها كيف ما أشرت من قبل مقتل 9 العمال الأجانب كانت بالنسبة للسلطات الفرنسية فرصة ما تعوضش باش تستغلها في العدوان ديالها على مدينة الدار البيضاء. البارجة غاليلي وصلت 1 غشت 1907 وبدا كيخطط القبطان ديالها
مع القنصلية الفرنسية بسرية تامة باش ينزل الجنود الفرنسيين ويدخلوا القنصلية ويتسناو توصل لبوارج أخرى باش تعاونوا في قصف مدينة الدار البيضاء، ومنها البارجة دي شايلا والبارجة الإسبانية الفارو، إضافة إلى البارجة الفرنسية فوربان. ومع 5 الصباح نهار 5 غشت 1907 غادي يعطي قبطان البارجة غاليلي الأمر باش تبدا العملية العسكرية. فبداو كوموندوز من المشاة البحرية الفرنسية كينزلوا من البارجة وكيركبوا في قوارب صغيرة ومشاو جهة باب المرسى، وكانوا حوالي 66 عسكري عندهم خبرة كبيرة وموالفين بهذا النوع من العمليات العسكرية. كانوا واحد المجموعة من الحراس المغاربة في باب المرسى، قدروهم ودون سابق إنذار هجموا عليهم الجنود الفرنسيين وقتلوهم، وهما غاديين جهة القنصلية الفرنسية واللي لقوه كيقتلوه حتى وصلوا القنصلية اللي كان كيحرسها حوالي 35 جندي مغربي واللي كانوا أصلا ما عارفين شنو واقع. فمباشرة ضربوهم الجنود الفرنسيين بالقرطاس دون أي تحذير ومات منهم واحد العدد. ومن دخلوا الجنود الفرنسيين للقنصلية عطاو إشارة لقبطان بارجة غاليلي باش يبدا في قصف المدينة، وفي هذه اللحظة كانت وصلت البوارج الأخرى وبدات عملية القصف وقنبلة مدينة الدار البيضاء. مباشرة بدات بارجة دي شايلا كتضرب وحتى هي ينزل منها 120 جندي، وعاونتهم البارجة الإسبانية الفارو اللي نزلات 40 جندي مشاو للقنصلية الإسبانية. وفي مساء نفس اليوم وصلت البارجة الفرنسية فوربان وحتى هي بدات في القصف اللي استمر مدة 3 أيام بدون انقطاع، وتعرضت المدينة للتخريب والتدمير والحرائق في كل بلاصة فيها. وخلال هذا القصف حاول سكان قبائل الشاوية ومعهم محلة مولاي لامين وهو ممثل السلطان بالمدينة، والمقصود بالمحلة هو الجيش المقيم تابع لسلطة المخزن، وكانت المهمة ديالو أنه يجمع الضرائب أو كيواجه المناطق أو القبائل الدائرة بالمغرب وكيفرض الأمن والنظام. فبداو في الدفاع عن المدينة والناس ديولها، فدخلت القبائل في مواجهة مع العسكر ديال فرنسا والسبانيول، وفي نفس الوقت القصف من البوارج كان مازال خدام. وهذا القصف اللي وصل لمجموعة من الأحياء القديمة وتحرقات بسبب قنابل من نوع الميلينيت، وزيد عليها حتى الأسواق وأبواب المدينة بواحد الشكل مرعب. بالإضافة أن العسكر ديال فرنسا اللي كان محتمي في القنصلية كيضربوا بالقرطاس بالميتريوز اللي هو السلاح الرشاش في اتجاه أي حاجة كتتحرك دون تمييز اللي غادي يزيد في عدد الضحايا. بدات المقاومة ديال القبائل الشاوية والسكان كتزيد تكبر لدرجة أن العسكر ديال فرنسا والسبانيول والأوروبيين اللي كانوا مخبيين في حي القناصل بداو كيحسوا بالخطر، وزادت البوارج من القصف ديالها ومعاها المدافع اللي كانت فوق القنصليات. هذا الشيء غادي يؤدي لتحطيم الفرنسيين لمنارة المسجد الكبير وباب مراكش باش يحبسوا المقاومين يدخلوا للمدينة من الجهة الجنوبية. وبقات المعركة مستمرة خلال يوم 6 و7 غشت حتى وصل الأسطول الفرنسي بقيادة الأميرال فيليبير يوم 7 غشت مع 11 الصباح اللي غادي يعتقهم من المقاومة، وجاب معاه 3000 عسكري بالعتاد والمؤن والسلاح ومعاهم 400 عسكري اسبانيولي، واستولى على مرصى ديال الدار البيضاء ونظم جد المعسكرات بالمدينة، واللي حتى هو غادي يزيد يكمل في العدوان، خاصة واقعة السور الجديد واللي هربوا ليه السكان باش يتخباو فيه، لكن القصف وصلهم بالقنابل الحارقة وماتوا فيه بزاف الناس. ومن يكمل القصف والعدوان الفرنسي وقعت محاكمات تعسفية ضد بعض زعماء الحركة الشعبية، وشدوا أبو بكر بن بوزيد اللي كان عامل مدينة الدار البيضاء اللي غادي يترحل ويتشد في السجن في الجزائر، وأيضا قائد قبيلة ولاد الحريز الحاج محمد بن الحاج حمو والحاج الحسين بن محمد الزياني والحاج سليمان بن عبد الله اللي كانوا من أعيان الدار البيضاء، ومعهم 11 واحد
اللي وجهت لهم السلطات الفرنسية تهم منها التحريض ضد الأجانب وفرنسا، وتحكموا بأحكام منها الإعدام والأشغال الشاقة والسجن. ومن بعد ما وصلت هذه الحملة الفرنسية للدار البيضاء، واستقر الجيش الفرنسي بالمدينة وقاد المعسكرات ديالو، وهو مجهز بكل أنواع الأسلحة والمدافع المتطورة. بدأت قبائل الشاوية كتهجم عليه، وفي يوم 10 غشت تعرض المعسكر الفرنسي لهجوم من المقاومين من ولاد البوزيري، وبدأت الصحف الفرنسية كتعترف بقوة المقاومين المغاربة بحال جريدة لا ديبيش ماروكان. وحتى الجنرال درود اللي جمع الحملة تفاجأ بإمكانيات القتالية عند المغاربة. هذا الشيء خلاه يراسل باريس والقيادة العامة للجيش الفرنسي باش يزيدوا يكثروا من العسكر والإمدادات. واستمرت قبائل الشاوية في مواجهة الجيش الفرنسي، ووقعت معارك مهمة، منها معركة دار بوعزة في 28 غشت 1907، ومعركة سيدي مومن في 3 شتنبر 1907 اللي خسر فيها الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال درود، وأثرت في معنويات الجنود الفرنسيين رغم التفوق اللي كان عندهم من ناحية السلاح والمدافع. وهذا الجيش اللي نزل في الدار البيضاء كان كيتكون من 8 البوارج و4 البواخر كبيرة للنقل، ومستشفى متنقل ميداني، و5000 جندي، ومصالح للنقل والهندسة والصحة والتموين. وفيه وحدات مدربة على الحرب بإفريقيا، وكيأطرهم ضباط عندهم رتب اللي تخرجوا من الكليات الحربية، ومعاهم الجنرال درود اللي كانت عنده خبرة كبيرة بالحملات الاستعمارية. وهذا الشيء اللي غادي يخلي زعماء المقاومة في الشاوية يراسلوا المولى عبد الحفيظ بمراكش، واللي كان في خلاف كبير مع أخوه المولى عبد العزيز في أمور الحكم من بعد ما مات الأب ديالهم المولى الحسن الأول. وراسلته الشاوية باش يعاونهم في مقاومة الجيش الفرنسي. ومن بعد هذه الأحداث غادي يتجمعوا الأعيان والشرفة ديال مدينة مراكش ويبايعوا المولى عبد الحفيظ تحت إشراف الشيخ ماء العيني، وغادي يلقبوه بسلطان الجهاد. مباشرة بدأ المولى عبد الحفيظ في نشر الدعوة في كل أنحاء المغرب بمقاومة فرنسا، وارسل عدة رسائل إلى القبائل والمدن والعلماء باش ينضموا ليه من أجل تحرير المغرب من الاحتلال. فعاونته قبائل الحوز ودكالة وعبدة وتافيلالت والقبائل الصحراوية ومعظم سكان البوادي، بالإضافة لتادلة والأطلس المتوسط وزعير. بعد ما كملت القبائل المبايعة ديالها للمولى عبد الحفيظ في مراكش، نهار 16 شتنبر خرجت أول محلة حفيظية من مراكش ومشات للشاوية بقيادة محمد بن مولاي رشيد عامل تافيلالت مع باقي المقاومين من مختلف جهات المغرب، ومنهم موحى وحمو الزياني وسعيد الوراوي من الأطلس، اللي وصل العدد ديالهم حوالي 5000 واحد. وغادي يلحق بهم المولى عبد الحفيظ ويستقر بواحد المكان سميتو مشرع الشعير على حدود الشاوية، وغادي تشارك المحلة ديالو في معارك ضد الجيش الفرنسي مع قبائل الشاوية. فخدات الحكومة الفرنسية قرار عزل الجنرال درود وتجي في بلاصتو الجنرال داماد اللي غادي تكلفوا باحتلال الشاوية ويفك الحصار على الجنود الفرنسيين بالدار البيضاء. وهنا غادي تبدا معارك كبيرة في الشاوية، منها معركة سطات الأولى يوم 15 يناير 1908. فبدا الجنرال داماد هجوم على الشاوية وخدا مدينة فضالة وبزنيقة وبرشيد، ومنها مشى لسطات نهار 15 يناير 1908. واستمرت المعركة من 8 الصباح لحتى 12 النهار، وخرجوا منها السكان من بعد ضغط كبير من هجوم الفرنسيين اللي كانوا مجهزين مزيان. ودخل الجنرال داماد ليها، لكن من بعد هجمت عليهم قبيلة المذاكرة وحرروا سطات بمساعدة المحلة الحفيظية. ومن وراها معركة عين مكون في 24 يناير 1908 اللي غادي يهجم فيها الجنرال داماد على قبائل مذاكرة باش ينتقم منهم بسبب معركة سطات، لكن لقى مقاومة كبيرة
وما قدرش القوات الفرنسية تغلبهم، فغادي يضطر انه ينسحب ويرجع للدار البيضاء ويستعد من جديد للهجوم على الشاوية، وغادي يخرج لمهاجمة قبائل ولاد حريز والمزامزة ولاد سعيد بدعوى حتى هما عاونوا محلة المولى عبد الحفيظ ملي حررت سطات من الفرنسيين. ووقعت معركة دار قصيبات اللي خداو فيها الفرنسيين واحد 2000 راس ديال الماشية، لكن هجمت عليهم القبائل ووقعت معركة كبيرة رجعوا فيها الماشية ديالهم، كلفت القوات الفرنسية خسائر كبيرة. فقرر الجنرال داماد يعاود الهجم على سطات وينتقم من القبائل. نهار 6 فبراير مع 12 الليل وهجموا الفرنسيين على سطات وقدروا يدخلوا ليها من بعد ما قاموا بتخريب القصبة بالقذائف وحرقوا الأحياء الشعبية، وتراجعت المحلة الحفيظية والمقاومين، ورجع يهجم على قبيلة المذاكرة بقوات فرنسية كبيرة. وتفرقات هذه القوات لثلاث فرق على أساس يتلاقاو على الضريح سيدي عبد الكريم، لكن المقاومين فرضوا عليهم المعارك في أماكن أخرى منها بالرابح وسيدي داوود، وهجموا المذاكرة وولاد زيان على الجنرال داماد عند ضريح سيدي عبد الكريم يوم 18 فبراير 1908. بعد ما دخلوا في مناوشات وقدروا المقاومين من القبائل يحبسوا هجوم ديال الفرنسيين ويحاصروهم، خلات القوات الفرنسية تدخل في وضعية دفاعية وتوقف عن الحركة، لدرجة أنهم بداو كيرفعوا الراية البيضاء من بعد معركة قوية ماتوا فيها بزاف من المقاومين ومن القوات الفرنسية. هاد المعارك اللي وقعت غادي تبين فشل تكتيكي عند الجنرال داماد، وغادي تتخذ الحكومة الفرنسية قرارات مهمة، منها إمداد الجيش الاحتلال الفرنسي ب5000 عسكري مع السلاح والمدافع، وإرسال بعثة فيها الجنرال ليوطي وغينيو بهدف دراسة قضية الشاوية من الناحية العسكرية ويتأكد من كفاءة الجنرال داماد. هذا الشيء غادي يخليه يزيد يكتف من الهجوم على منطقة الشاوية من خلال معارك جديدة باش يبين للحكومة الفرنسية نتائج إيجابية قبل ما يعزلوه. فقرر يمحي آثار الفشل ديالو بهجوم عام كبير على المذاكرة، وجمع كاع القوات الفرنسية اللي عنده وتحرك بها على اتجاه هضبة الفخفاخة، فين غادي توقع معركة كبيرة يستغلوا المقاومين الموقع الصعيب ديال المنطقة في تنفيذ هجوم مفاجئ على القوات الفرنسية. وهاد المقاومين اللي ما كانوش كيخافوا من الضرب ديال المدافع لدرجة كيقربوا للجنود الفرنسيين وكيضربوهم بالقرطاس وكيرجعوا يتخباو باش يتبعوهم الفرنسيين وكيفاجئوهم من جديد بالخيل، لدرجة فقدوا الضباط الفرنسيين السيطرة على العسكر ديالهم، وتزادت القوة ديال المعركة ووقعت الفوضى عند الفرنسيين، وكاين اللي بدا كيهرب منهم وبداو كيرجعوا كيسمحوا في الجنود اللي حصلوا عند المغاربة. وما قدرش الجنرال داماد السيطرة على المعركة، وانسحبت القوات الفرنسية في الليل من بعد خسائر مهمة عندهم. معركة الصور أو الفخفاخة بينت القوة القبائل المقاومة عند الجنرال داماد وأنها منظمة وقد تحارب بقوة وبدون خوف. غادي يخليه يفكر في تغيير الخطط ديالو من جديد ويبدأ في خطط أكثر عدوانية باش يقضي على المقاومة بسرعة. فبدأ كيتبع سياسة الأرض المحروقة، وهي كيهجم بسرعة على القبائل وكيريب الديور ديال السكان وكيضرب المخيمات بالمدافع وكيحرق الخيام والغلة، كيف ما جرى في واقعة جبل مكارطو نهار 8 مارس ديال المذاكرة وولاد محمد، مني فاجأ الجنرال داماد شي دواور آمنة وبداو السكان كيحاولوا يهربوا بسرعة، اللي كانت غالبية ديالهم من النساء والأطفال والشيوخ ومعاهم الماشية ديالهم. كانت هدف سهل بالنسبة للمدافع وللجنود الفرنسيين اللي غادي يقتلوا منهم بزاف ضحايا. ومن بعد ما نفذ الجنرال داماد هاد العملية العدوانية مشى اتجاه برشيد قرب ضريح سيدي الغنيمي، كان مجموع فيه عدد من المقاومين وفيه مخيم ديال السكان من الشاوية، حتى فاجأهم الهجوم الفرنسي نهار 15 مارس مع 3 العشية، وبدا كيضربهم بمدافع ميدانية من العيار 75 ملم وبالمدافع الجبلية من العيار 80 ملم على بعد 4000 متر.
ومن يكملوا من القصف عطى الجنرال داماد الأمر للجنود يقتحموا الدواوير ويقتلوا أي واحد مازال حي ويحرقوا الخيام. مشى ضحيتها حوالي 2000 شخص. ومباشرة من وراء المعركة مشى الجنرال داماد يستقبل الجنرال ليوطي في الدار البيضاء اللي قدم ليه خطة ونصحوا باش ينهي مقاومة الشاوية بأنه يأسس ملحقات عسكرية محلية تكون قواعد متقدمة ضد المقاومين. وبدأ كيحاول الجنرال داماد بتكوين ملحقة عسكرية بالمذاكرة باش يراقب هاد القبيلة الصامدة. وفعلا مشى على رأس قوات كبيرة وصل العدد ديالها حوالي 5000 جندي باش يحتل الكارا، لكن تعرض له هجوم استخدموا فيه المقاومين المغاربة المدافع. عرضت فيه القوات الفرنسية لخسائر كبيرة، ولكن قدر الجنرال داماد يأسس ملحقة عسكرية بالكارا وسط قبيلة المذاكرة واللي خلاته يراقب المنطقة. وللمرة الثالثة رجع الجنرال داماد إلى السطات بهدف تأسيس مركز عسكري فيها وفي إبعاد نفوذ المولى عبد الحفيظ اللي كانت فيها المحلة بقيادة البوعزاوي. وقدرت القوات الفرنسية تحتل السطات بعد ما دخلت في هجوم عنيف مع المقاومين وتراجعت المحلة الحفيظية لمشرع الشعير. وهنا غادي تكمل عمليات المقاومة بالمنطقة وغادي يمشي المولى عبد الحفيظ إلى مدينة فاس للبحث عن حل سياسي لهذه القضية. لكن المذاكرة بقات مكملة في المقاومة خاصة في معارك الغابة واللي منها بحال سيدي كامل وصخرة عبو وبريغيت وواد العطش، وأشهرها معركة بير الورد. وبقات المقاومة لمدة عام تقريبا في منطقة الشاوية، ولكن السياسة اللي تبعها الجنرال داماد وهي الأرض المحروقة قدرت تنقص من مقاومة الشاوية بسبب أنه كان كيحرق المزروعات وكيريب الديور وكيقتل الأبرياء اللي عطات نتائج للاستعمار الفرنسي. خلات بزاف من المقاومين كيتراجعوا عند المقاومة بهدف يحتفظوا على ما بقى من أملاكهم وأولادهم، وأيضا بسبب نقص السلاح والعتاد بالمقارنة مع الجيش الفرنسي. هذا الشيء غادي يبين أنه من الصعب الاستمرار في المقاومة المسلحة، وغادي يلتجأ المغرب إلى الحل السياسي والدبلوماسي اللي غادي تفرض عليه توقيع معاهدة الحماية بسبب ضغوطات كبيرة يوم 30 مارس 1912.